بتشتمنا؟ طب احنا مش هنشتمك، بس هنديك درس في الادب والرجولة، وهخليك تلزم السرير وتعلق محلول وكلوكوز، وما اشوفكش على الميديا تاني بعد اللي هيتعمل فيك يا حرام اسكندرية الاول ابو التربو ابو حازم، اللي انا هسميه بلحة من تاريخه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من قناة حمادة آدم عشية الغية المصرية. بمسي وبصبح عليكم، أحلى مسا على كل مشتركين حمادة آدم حبايبنا. بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات، بس اللي حصل هنخلينا كل يوم نعمل فيديوهات. انتوا طبعا شفتوا اللي كان حاصل مع اخويا كوتو، بس الحمد لله صاحب الحق صوته عالي. هناخدها من الاول كده قبل اي حاجه. عم ياسر ادهم، عم ياسر ادهم، انا بحبك في الله وانت راجل محترم وملكش في الشبهات. اتقابلنا مع بعضينا كذا مره، مفيش بينا اي مصالح شخصيه الا الادب والاحترام، وده مش بمزاجي، ده مفروض عليا بحكم سنك. انا عايز اسالك بس في الحوار ده سؤال وشهاده بما يرضي الله. انت لو التربو كان رضاك، انا التربو دي الاسم ده مش جاي معايا، بلحة، لو كان رضاك واداك ال10,000 جنيه كنت هتتصل بكوتو وتقول له زي ما قلت له ان ابو حازم نصب عليا ونصب عليك؟ انا عايز شهاده بما يرضي الله، انا مفيش بيني وبينك اي حاجه. ده كان حوار استاذ ياسر. نخش بقى على حوار اخونا شادي. شادي بينا وبينه عيش وملح، فاحنا ما زقناش شادي على قد كده. شادي ده من جوه نضيف، بيغير على اللي كان معاه عيش وملح. فشادي واكل معانا عيش وملح، ومفيش بينا برضه مصالح شخصيه الا كل ادب وكل احترام. بنزل اسكندريه عندهم في السوق بيقابلني، لو صدفت ونزل هنا عندنا السيده عيشه بقابله. جه عندي مره، الدنيا جميله بينا وبين بعض، فهو معضي فيك انت يا بلدياته عشان هو برضه مسروق. ما قناته مسروقه قبل قناه كوتو، فكوتو عرف ان انت اللي سارق قناته، يبقى قناته اتسرقت من مين؟ منك انت. عشان كده عض فيك بعيد عننا، هو بلدياتك. احنا ملناش في التسويح، احنا الناس بتحبنا في الله. ده كان حوار شادي. نخش، انت كده كده نصايبك كتير، وانا اما قلت لك، انا لسه هجيلك في حواري، اما قلت لك انا مش بتاع ميديا، انت كده كده مش هتجيلي وش الوش عشان انت مش حملي. عم احمد عواد ده راجل محترم. انت يا بلحه بتقول انا ما كلتش معاكوا عيش وملح، طب كلت مع عم احمد عواد عيش وملح، راجل محترم والواحد عرفه على الفيس، ما اتقابلش بيه، بس راجل فوق الشو. دخلت بيته وكلت معاه عيش وملح، تنصب عليها كافر؟ طب ده اللي ظاهر فرد حمام خدته وبعته وقلت ده مات. ما انت خدت قبل كده، هي مش اول مرة تاخد منه حمام يا ابني. هو انت ايه، مفيش ما بتشمش؟ احنا المفروض بتوع الميديا دول، ده لو انت واحد منهم الكلمة بحساب، لكن انت تبيع ابوك وامك واهل بيتك عشان خاطر الجنيه. ده كان بالنسبة لحوار عم احمد عواد. ده انا بقول لك، انا القناة دي كنت قافلها، هكبرها على حسك عشان انت دمت على الميديا وانا هبطرك. نخش على الحاج احمد. حاج احمد بالنسبة لنا اخ كبير، بعيد عن ان هو عمي، اخ كبير مربيني انا وكوتو. فانت اما الحوار سخن عايز ترميها في عب الحاج احمد وكوتو ان هم يخبطوا مع بعض، فدي واحدة شمال منك مش هتيجي. ده حتى لو هعملها
يعني اقول لك حاجه، ده انا ابقى ابن حرام زيك، لكن احنا ولود حلال متربيين على طبليه ابونا، وده كبرنا بعد ربنا وابونا. عملتوا من وراه مصلحه، انت وعم ياسر عملتوا من وراه مصلحه، بس دي مش مصلحه. افهمك انا المصلحه بتيجي ازاي. المصلحه اما انت تكون حاطط من جيبك، زي ما انا كده كنت بروح اشتري حمام وابيعه، لكن انا ما بروحش اتعرق من حد، انا بشتري برأس مالي، اكسب 1000 اكسب 2 محدش يسألني هللك. لكن انتوا سريحة بتتعرقوا، ما دفعتوش فلوس، عملتوا مصلحة من وراه، بس ما عملتوش بما يرضي الله. لو هتتكلم على حق ومصلحة بما يرضي الله، هتاخدوا النسبة اللي الدنيا كلها عارفاها، اللي هي 10%. من 90,000 جنيه تاخدوا لكم حوالي بتاع 9000 جنيه، هنقول 10000 جنيه. انتوا موصلين له 60 وسفين 30، بس هو بالنسبة له مش فارقة معاه. بس الحاج أحمد في حتة وانت يا بلحة طلعت حتة، فدي عدت، بس كده كده لينا حق هنعرف نجيبه. نيجي بقى لحوار كوتو. صراحة كيفني اما قال لي ما تتكلمش لو ما عرفتش اجيب حقي وابقى اتكلم، فعلا كيفني. ودي مش اول مرة، ده من 5 سنين ياللي بتتكلم عن ند، ياللي بتقول توتو. توتو ده زي ما انت بتقول كده اللي مسميه توتو، كوتو ده شبشبه برقبة 10 من امثالك يا بلح. ده بيندب زي الحريم. ما هو لو ندبك ندب الرجالة انت مش حمله، ندب الحريم غير ندب الرجالة. وده اللهم صل على النبي، راجل دمه حر سابك تهري وانت بعت لك الفكرة. هو انت اللي كنت بتعمله ده فرفارة، مش ان انت قلبك حلو. انت لو قلبك حلو اشوفك، شوف انت بعد ما انزل لك ده دماغك هتروح لايه، وانا معاك في اي حاجة. لو عايزها عندك في البيت، لو عايزها عندك في البيت، ولو عايز تشهد عليها بلدكو من اولها لاخرها، انا معاك. عشان انت هوا يا ابني، يا ابني اللي مش محبوب في بلده مش محبوب في اي حتة. يا ابني اللي ما بيحبوش ربنا ما بتحبوش الناس. انت مش مقتنع ليه؟ انت مش مقتنع ليه؟ واللي دمه حر غير اللي ما عندوش نخوة ولا رجولة ولا جدعنة. يا ابني انت هلهولة. كنتوا مسكك غسيل ومكوى من 5 سنين، خلاك طلعت انت بقى يا اللي بتتكلم عن ندب، طلعت من البلكونة مش هسيب حقك يا غالية، وندبت وعيطت زي الحريم. واللي حلك ابو فريدة السيسي حي يرزق، وكنتوا حلك لوجه الله وعشان خاطر الراجل الكويس ده. ولا دي نسيتها؟ قعد ما يكلمكش، جه في حوار القناة شغلت دماغك معاه تكسب، بس البقاء للأذكى مش للأقوى. انت كسبت ايه؟ انت قعدت يومين فرحان ان انت عملت حوار، في الاخر قام عامل ايه؟ قام مديك على عليك. قعدت لا مش عارف ايه وتتفرد وتتني، واللي هيكلمني انا هشتمه. انت مين كلمك؟ انت مين كلمك؟ يا ابني كده كده احنا مش عايزين حد يحللنا، احنا نحل البلد شبهك. انا هسأل عليك في بلدك، يعني مش هقول لك هسأل عليك، انا عارفك في بلدك انت ايه. انت ما تعرفنيش، تعالى انت بقى اسأل، سيبك من الحمام اركنه على جنب، اسأل على الرجولة والجدعان هتتعلمها مننا. انت عارف انت بالنسبة لكوتو يا بلح انت عامل ايه؟ شفتوا مسلسل جعفر العمدة؟ اهو انت فيه كارم، طول المسلسل بيضرب فيك، من اول المسلسل لاخره بيضرب فيك، وكوتو فعلا مش اول مرة يحط عليك. فانت حوارك مع كوتو خلاص اتقفل، وانا مش هخليه ينزل لك فيديو تاني. انا اللي معاك كوتو خليه مع مشتركينه، دي كده كده انا مش شغلاني. انا مش هقول لك اما يجي لي مزاجي، عشان المزاج ده بتاع الحريم. كل ما يهفني الشوق اهلفتك هطلع لك وهلفتك، بس اليومين دول
هاخدك مقلي ومشوي وهعملك مسلوق ومحمر وزي ما تحب. دوق يا بتاع السمبوسه. ده احنا كلنا كلنا سمبوسه وانت اللي حاسبت على الصينيه يا بلح. بالنسبه بقى للعصابه اللي كانت دايره، العصابه اللي هم انت بعت واشتريت معاهم، دول كده كده هياخدوك في الحساس، وانت مفيش حل قدامهم الا انت. ما انت كنت مشغل دماغك على الحاج احمد، كنتوا هنا بقى شغل دماغه علينا كلنا بما فيهم الحاج احمد. اما عرف ان عمه معمول عليه مصلحه في 30,000 جنيه اللي انت كنت عاملهم انت واستاذ ياسر، محلش. اللي انتوا بتتكلموا فيه ده كده كده هو برضه حقنا، هو حقنا. يعني الراجل الصغير اللي هو كوتو اخويا جاب حق عمه، وعم كده كده لو موجود هيجيب حقه، بس هو مش موجود، الراجل بيجري ورا اكل عيشه. ففي عياله الصغيرين، في اخواته الصغيرين اللي احنا انا كوتو الكلام ده. فخلصنا بقى من كل الكلام ده، وانا لوجه الله هخلي كوتو يحلك، بس اما يجيله مزاجه برضه هخليها الفتر. تعالى بقى لما اقول لك عليا. في اول الحوار اما عرفت بيه كلمتك بالحسنى، انت كده كده مفيش بيني وبينك قبول ولا رضا ولا حتى سلام عليكم من ساعه ما شفتك على الميديا ومن ساعه حوارك مع اخويا. انت ما بتجيش معايا لايح كده، شكلك ما بيجيش معايا بنضاره اللحام اللي انت بتطلع فيها وعامل لي فيها موسيقى رأفت الهجان بتحسسني ان انت حامله، وانت حته امله مش حامله. كلمتك بالحسنى، وهي فعلا كانت غلطه ان انا كلمتك، لان اللي اشكلك مفيش احسن من عنصر المفاجاه. كنت طلعت لك فاجئتك كده يوم الخميس، يوم ما كلمتك كنت تلاقيني نايم جنبك على السرير. ايه ده حماده ادم؟ كلمتك بالحسنى، الو ما معكش رقمي ولا انا جايب رقمك من بره اساسا، انت اللي زيك ما يشيلش رقمه. الو مين؟ حماده. ما سجلتلكش زي ما انت بتعمل عشان انا راجل، الكلمه اللي هتطلع من لساني هي اللي حصلت، مش محتاج الحديده تحميني. انت يا ابني سيبك في الحياه الحديده اللي انت بتستخبى وراها، القناع اللي انت بتلبسه اللي هو التليفون، سواء اما بتصور وبتهلس فيه على التيك توك، او اما بتكذب على المشتركين والكلام ده، او بتسجل لواحد مكالمه، فده السلاح بتاعك، ده القناع اللي انت مستخبي وراه، لكن مش حر، محدش بيعتمد كلامك، انت مش راجل، محدش بيعتمد كلامك. كلمتك بقول لك ايه اللي عملته مع اخويا، تقول لي ده بيزنس. بقول لك انت تعرف ربنا، تقول لي انا اعرفه من قبل ما اعرفكم. يا ابني دي كانت معرفه سودا اساسا. الحاج احمد انا مش عارف هو عرفك ازاي. انت يا ابني كنت بتتحايل على قوته، ها؟ خلي الحاج احمد يرد عليا. بس هي بقول لك ايه، الدنيا بتدي العبيط عشان الناصح يتغاظ، بس في اللي بتديله برجوله وبجدعنه حتى لو بيحمد ربنا، وفي اللي بتديله بزخ بس هلهوله زيك كده. فلقيت كلامك مش عاجبني، قلت لك انا مش بتاع ميديا ولا بتاع تليفون، انا هجيلك واقسم بالله وحياة اللي زرته وملست على بابه وحياة امي اللي اغلى حاجة عندي بعد ربنا ان انا كنت جاي لك يا بلحة، بس لولا اخويا حلف عليا ان انا ما اروحلكش. انا قدرت اخويا، قال لما ما اخدش حقي وقصرت. يا ابني انا بلدكوا دي يعتبر امبابة بالنسبة لي، بلدنا. انت بلدك مقيد ان انت تمشي فيها في انهي حته، الحته اللي ماليش خصم فيها بمشي فيها. انت السوق اللي انا بنزل حبايبي كلهم فيه وبقعد معاهم فيه انت محروم منه. هو في غاوي حمام ما بينزلش سوق يا راجل يا كافر؟ قمت رادد عليا برضو بتناكه، اللي بيعمل ما بيقولش. قمت قافل في وش السكه، رنيت عليك تاني عشان اعرفك ان انا ما بعرفش اكدب، ما ردتش عليا. فمن هنا
انت حطيت نفسك معايا في خانة يد، وحطيت نفسك في دايرة مقفولة. ربنا يكفيك شر سكوتي، وسيبك من التليفون للمرة الألف والقناة واليوتيوب والكلام ده. قسما بالله يدينا ويديك كده طولة العمر. لو قابلتك يا بلحة مش هتكلم كتير، بس يا رب ما قابلك في بلدي، عشان احنا بنفهم في الأصول. احنا من امبابة، الجيزة، باريس، مصر، الأدب والأخلاق، بنفهم في الأصول. وانا اما كنت جاي لك، انا فعلا جاي لك، ونفسي كنت تعمل في تيشيرت كده. كنت ساعتها هقول لك حاجه، والله لو بقول لك كده والشارع بتاعك كله طلع عليا انا وانتو، وهروح كسبان. والله لو وشي ده متقطع على الوشين هروح كسبان. انت ما يجيلكش قلب تعملها، ويوم ما تعملها وتيجي هشيلك على دماغي، عشان انا بفهم في الاصول. بص يا ابني، الدنيا فانية والسيرة أطول من العمر، والكفن ده ملوش جيوب. أنت ميت، سيرتك هي اللي قاعدة، لكن أنت دلوقتي مهلهل نفسك. يا ابني شوف نفسك على التيك توك، شكلك ايه قدام عيالك، شكلك ايه قدام ابنك اما يكبر ويشوفك بصابون ودقيق وعصايه واركب المرجحه وانزل على المرجحه. ده اللي بيهلهلك عيال صغيره وحريم. شكلك ايه قدام اهل بيتك في الكلام ده، او وضعهم ايه معاك؟ هو مين اللي سايق البيت؟ يا ابني بقول لك اتقي ربنا في نفسك، عشان انت حطيت نفسك في مطب. وانا وعز جلالة الله واللي يعز ويذل. القناة دي من قبل الحوار ده كانت 6000 مشترك. اول ما كحيت عليها وقلت انا هعمل لك غسيل ومكوى، القناة قدر كده في 3-4 ايام بقت 7000 وشوية. قسما بالله لا هكبر القناة دي على قفاك، وزي ما قلتها لك هاخدك مقلي ومشوي مسلوق ومحمر مشمر على اي لون يا باتيستا. واقول لك حاجه على لسان عم احمد عواد، عم احمد عواد مش هيغيتك، وعم احمد عواد صاحب حق، وزي ما اخويا خد حقه عم احمد عواد هياخد حقه، واي حد ليه حق عندك هياخده، عشان انت مش بطل ولا حمله ولا جيت في طبق اليوم. يا ابني اتقي ربنا في نفسك قبل الناس. ما انت لو اتقيت ربنا في نفسك وفي اهل بيتك هتتقي ربنا في الناس. شكلك ايه؟ بقول لك ايه، انت قناتك اللي انت بعتها كانت اعلى قناه على اليوتيوب في محتوى الحمام، 320,000 او 319. انت القنوات اللي انت عاملها دلوقتي، انت عامل قناتين. هي القناه الاولانيه اللي انت عملتها لمت 500 مشترك عشان تعمل التانيه. القناتين مش محصلين ال 300. يوم ما هتعلى يا ابني اخرك 500 وانا هوقفك عندهم، مش هعديك عليهم. ويا ابني انا هبطرك من على الميديا، انت غرغرينا ولازم تتقطع من على الميديا. انت بتاع فرد، انت بتاع نحل، انت بتشبط ناس. قسما بالله 2 مسكوك غسيل ومكوى وبدون ذكر اسامي، انا دلوقتي ابصم لهم في حمام وبره حمام. انت مش غاوي حمام، انا جاي لك في الحمام. انت كده كده بقول لك انت عامل نصايب. انا دخلت لك على القناه في فيديوهين 3 كده كنت هرجع من اللي انت بتعمله في تربيه الحمام. يا ابني انت مسعور في الحمام زي ما استعرت على الفلوس، مسعور على الحمام. يا اللي بتصنع طريحه زغاليل، واول ما لقيت فرد حمام وقع عليهم بتقول بفتح نفسهم، خليت الحمام ينزل يحط زي الطوب. قوالب طوب بتتحدد، وفرد الحمام الستيت ما يحبسش وحمامك ينزل يحبس. اتقل، الحق نفسك وشوف اللي انت خاربه على القناه، عشان انا كده كده مش فاضيلك هقطع لك. انا يا دوبك هبص بعينيا وهشويك. انت بتاعي. والحوار بتاع الناس اللي داير ده عشان نهاية الكلام، حواركوا يا جدعان مع بلحة وياسر أدهم. حواركوا مع بلحة ومع ياسر أدهم، وبالأخص مع بلحة عشان عم ياسر مش هنا مسافر، وهو اللي دور
النحلة. لو عجبك الفيديو دعمنا باللايك، لو في اي حاجة اكتب لنا في كومنت، وما تنساش تفعلك زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن بلحة نصاب اسكندرية الاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.